قناة سكولي هتقدم النهاردة سلطة لذيذة جدا ومشبعة، تنفع في كل أنظمة الدايت، وكمان حلوة جدا في العزومات والتجمعات العائلية. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم منا كل جديد، لايك وشير للفيديوهات علشان يفيد عدد كبير من الناس. هنعمل الأول تتبيلة الفرخة: معلقة كبيرة من الثوم المفروم، فلفل، ملح، معلقة كبيرة زيت زيتون أو أي نوع زيت بتفضليه، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة من المستردة. هنتبل صدر الفرخة وهنسيبه في التتبيل نص ساعة. في الاير فراير لمدة 20 دقيقة على 180 درجة. الفرخة مستوية وجوسي وريحتها روعة. هنقطعها مكعبات، بتتقطع بسهولة جدا عشان سواها مظبوط، مش قادرة اقول لكم بصراحة الريحة عاملة ازاي. هنستخدم خس أي نوع تفضليه، هنقطعه تقطيع عشوائي. تفاحة خضراء هنشيل القلب بتاعها وهنقطعها مكعبات. هنستخدم جرجير الأوراق بس، هنقطعها برضو تقطيع عشوائي. كمية من عين الجمل أو الجوز هنفرمه فرم خشن بالسكينة بالظبط كده، والكمية حسب الرغبة. الدريسنج بتاع السلطة: مستردة، زيت زيتون أو أي نوع زيت بتفضليه، خل، ملح، فلفل أسود. المكون اللي بيغير الدريسنج تماما وبياخده في حتة تانية عصير الأناناس. هنخلط كله مع بعض. هنبتدي نطبق السلطة: الخس، الجرجير، قطع الفراخ، مكعبات التفاح. هنضيف الدريسنج. هنا بنعصر عصرة ليمون علشان التفاح ما يسودش ويحافظ على لونه. هنضيف عين الجمل على الوش، رشة من الجبنة البارميزان وده اختياري بس بتدي طعم جميل جدا. وبس كده، بجد طعمها رهيب، لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم. وألف هنا.